متفقين؟ قول متفقين. حبيت النهارده اشارككم في واحده من احسن الجولات اللي انا هعملها في مول مصر انا وعيالي من اولها سويت. في ايه؟ اللعبه احنا هنخش نبص على اللعب، ماشي؟ مش عايزكم تعملوا اي قلق جوه، ماشي؟ متفقين؟ متفقين؟ قول متفقين. بس ما حدش يلمس حاجه. بص ما حدش يلمس حاجه، ماشي؟ ماشي؟ اللعب منى خدي. فين يا سين؟ فين ده؟ موتوسيكل؟ ده موتوسيكل زباله؟ عربيه زبادي؟ ايه؟ خد يا منى. ايه الفسبه دي؟ ايه الفسبه الجميله دي يا سين؟ عايزه ايه؟ ايه؟ السكوتر ده؟ هتعملي بيه ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه تجربي السكوتر ده؟ ماشي. عايزه تجربيه؟ تجربي ايه؟ دي؟ طب تعالي بصي هنشوف الاسد، ماشي؟ وبعد كده ايه نروح نجربه. سليم بتعملوا ايه؟ ايه؟ بتلعبوا ايه؟ وانت يا منى مش طايله؟ طب خدي دي، خد يلا جمع دي وامشي بيها. طب بقول لكم ايه؟ تيجي نبص على مكان تاني في العاب اكتر؟ لا دي ما بتلعبش كده كان. وين كده؟ دي بتجمعي كده؟ اه يلا يا كوك. ايه ده يا ستيم؟ جريت الحيوانات دي؟ ايه؟ ايه ماشي. ايه؟ ايه؟ طب بص، ايه ده بقى يا سليم؟ استنى. لا هو ايه ده؟ يلا بص. ما تلمسوش بس ما تلمسوش. منى ايه ده؟ اوعى يا منى يعضك. كوكا ايه؟ ايه؟ فين ده؟ طيب منى تمام. اي بقى شخصيه من الشخصيات الخمسه دي موجوده جوه. افتح دي كده نحله عادي جدا. تمام. عادي؟ على ايدي عادي. تمام. سليمو عايز ايه؟ المكنه دي؟ خلاص بس هنشوفها. بص دي ايه دي؟ ايه الشعر ده؟ وهنا ده طبعا مجموعة براندات، او ده براند واحد متأجر برضو جوه مول مصر، والبراند ده يعتبر براند جيلاتي، وهو زي ما انتم شايفين كده في كذا محل لكذا نوع جيلاتي. بس زي ما انتم شايفين كده هو ادي الجيلاتي اهو، والمكان بصراحة يعني شكله جميل وشكله شيك بصراحة، والستايل بتاعه حتى جميل. ودي الدونس معمولة بأشكال مختلفة. أنا دلوقتي رايح لعبة التلج، واللعبة التلج اهي ورايا. وهنشوف بقى نعمل ايه في مول مصر
انا لسه ما خلصتش لف في المول، وبصراحه ربنا يعني المول جميل. المول جميل قوي 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 يعني، وفي حاجات كتير قوي ممكن تلهي بيها الطفل بتاعك لو انت واخد مثلا معاك اطفالك ولا حاجه. ففي العاب وفي مطاعم وفي كافيهات، في كل حاجه المول بصراحه. وده شكل اللعبه من ورايا. وده سليم ابني. عايز ايه يا سيما؟ ابن حسام. ايه؟ ابن حسام. ابن حسام. دي طبعا الدخله بتاعت بيت التلج، اللي هي المرايه بتاعت التلج دي. والمكان اللي في الوش ده اللي احنا هنروح عنده دلوقتي، ايوه هو ده اللي في الوش ده بتحجزي منه التذاكر. تمام. الناس واقفه بالطوابير اهي عشان خاطر ايه؟ التذاكر. والصاله اللي انتوا شايفينها في الوش دي كانت الصاله اللي فيها الحاجات اللي انت بتلبسها عشان خاطر تخش بيها الملاهي اللي هي اللعب، اللي هو زي مثلا الجزمه، الجاكيت، المنطلون. زي ما انتوا كده شايفين الناس اللي لابسه الجواكت دي الاحمر في ازرق، هي ده اللبس بتاع الملاهي اللي هي بيت التلج ده. بس وده كان اللبس، ودي الاستراحة بعد ما الجزء اللي الناس بتخلص. ودي الجزمة الهاف بوت اللي انت بتفضل لابسها جوه في بيت التلج، دي اللي بتساعدك في الحركة. انا هروح مدينة التلج. هروح مدينة التلج. وهنا طبعا اكتشفت اللي فيها مدينة ملاهي كاملة للأطفال، وأنا على قد ما بقدر الصراحة بصور، بس مش عايز أجيب يعني شكل الناس. وهنا أنا بحاول أوريكم كل لعبة موجودة في بيت الملاهي، وبحاول على قد ما أقدر يعني أوريكم أشكال اللعب وإيه الألعاب اللي موجودة جوه، عشان خاطر كمان لما تيجي تخش الملاهي تبقى عارف إيه الألعاب اللي موجودة في الملاهي. يعني الملاهي كبيرة بصراحة ما شاء الله، يعني واخدة ركن كبير. ومشكلة الملاهي دي حاجة واحدة كانت بالنسبة لي، ان لما تيجي مثلا تلعب لازم تقطع كارت، والكارت ده عشان تقطعه لازم تقف طابور طويل عريض قوي، والكارت ده بيبقى مشحون مثلا بفلوس، وبتقدر تلعب بيه كل الالعاب، تدخله في الاجهزة وتلعب بيه كل الالعاب. بصراحة اللعبة دي يعني من أصعب الألعاب اللي موجودة في الملاهي جوه، لأن زي ما أنت شايف كده الناس بتخش جوه، واللعبة دي بتلف جامد بطريقة يعني فظيعة لحد ما الناس تدروخ، وهتسمع صوتهم لما تقول يا بس. منى ادالها. كان ده شوية استنى يا معلم. استنى سليم. مالك منى؟ مالك؟ عايزة ايه؟ اركب سو، يلا بيهم. ايه يا سليم؟ ايه؟ يا سليم منى ايه؟ سليم تعمل ايه؟ هتقع كده. اكتوبر. طبعا انا مش عارف اخد حريتي بصراحه في التصوير قوي مني، عشان مثلا يعني في اسر وفي ناس معاها فاهم، يعني حريم وبتاع، فانا مش عارف اخد حريتي قوي في التصوير، عشان برضه على قد ما بقدر مش عايز اطلع حد معايا فاهم في الفيديو.
فاللي بعرف بصوره واللي مش عارف اصوره الصراحه ما بعرفش اصوره. انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لكم فاهم المول وكل اللي فيه كده. يبقى انا خلصت الجوله بتاعتي في مول مصر وصورت على قد ما اقدر، وكان في اماكن ما فيهاش تصوير، وحبيت بس كده ابين مول مصر للناس اللي ما تعرفش مول مصر او اللي ما دخلتش مول مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.